رمضان شو بدك تصير بس تكبر؟ أنا يا خالته ما بدي أصير إنسان عادي، أنا بدي أصير إنسان عظيم، أترك بصمة، أترك أثر، أخلي الناس يتعلموا مني الإشي الصح. طب رمضان حخبرك كمان شيء. رمضان، هل تعلم بأنك تركت بصمة أكيد في قلوب كل من يتابع اليوم الجزيرة هذا الصباح بهذه الشخصية؟ أكيد خالد، شو رأيك فيه؟ حتى رمضان حتى بهذا السن أنت تساهم في نشر الوعي، يعني كلمات، هذه الكلمات التي تنطق بها تصل إلى العقول وتصل إلى القلوب. نريد كلمة سريعة للأطفال في يوم الطفل العالمي منك يا رمضان. احنا الصورة المشرقة لأطفال فلسطين، احنا وجه المستقبل اللي ممكن يكون ظاهره مشوه لكن من الداخل جميل ومضيء. وعندنا كتير أشياء نقدمها ونحكيها للعالم. أهلي لما وعيوا على الدنيا وعيوا على وجع فلسطين وحدها، لكن أنا لما وعيت على وجع لبنان وسوريا والعراق واليمن، فصار صوت الطفولة عربي مش فلسطيني وبس. احنا بنشرب السياسة والأخبار والقصص الحزينة في حليب الصباح، وبنرسم صور التحدي والوجع على المراجيح والألعاب. يا سلام عليك يا رمضان. يعني بنعيش الطفولة والكبر في نفس الوقت، لكن ومش زعلانين أبدا، لأنه الحياة وضعتنا في غابتها قبل ما تضعنا في حدائقها. احنا بنعرف شو يعني متحدة وحقوق إنسان ولاجئين وهجرة وأنواع طائرات وصواريخ وحدود وتطبيع ومسميات كثيرة، لكن بالمقابل أشياء كثير، مصطلحات كثير عن اللعب والسفر ما بنفهم فيها. أنا ما بقول حزن ولا أسف، لأنه إحنا قدها وقد المسؤولية، وحنقاوم الظلم لعند ما نصل لليوم اللي نعيش فيه الطفولة العربية بمعناها الحقيقي. الله يوفقك يا رمضان. زي ما قال الشاعر محمود درويش. تفضل خبرني عن الشاعر محمود درويش. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. يا عم. ونحن نحب الحياة